حضور شادي رياض، خط الدفاع بألف خير وبألف سلامة. نتمناو يعني ان يعني الوتيره ديال التدريب ديالو تكون مزيانه، وانه في يوم المباراه يكون جاهز. حنا بالتاكيد يعني نتمنى يعني ان ما يكونش يكون باقي 48 ساعه وباقي ما دخلش في التدريب كاع، ما كيبانش كاع، ما بانش كاع. هذيك غادي تكون غريبه. شكون هو اسماعيل السباري؟ لا السباري انا لا اظن انه غادي يلعب المباراه، لان شادي الرياض تدرب عادي مع اللاعبين. لا شادي غادي يعني حاضر في التدريب، لكن اسماعيل السباري يعني الاصابه اللي كانت عنده في نهار الماتش، وفقط بالعين المجرده ملي كتشوف الطريقه كيفاش تألم وكذا، يعني باين انها يعني شي اصابه، شي ايلونغاسيون، ولا شي ربما شي ميكرو روتور، شي يعني تمزق بسيط صغير جدا في العضله ديال الفخذ، اللي بالتاكيد ما تقدرش تلعب. واللاعب بيدو حس بها وعرف وطلب شونجمون. اللاعبين كيعرفوا بعض المرات كيسمعوا للجسم ديالهم وكيعرفوا هذه النوعيه ديال الاصابات. لكن شوف، نقول لك واحد القضيه، وهذه اريدها ان تكون رساله لكل من يتابعنا سواء في التلفاز او على الصفحه الرسميه على الفيسبوك، لجميع المغاربه، لجميع محبي المنتخب الوطني المغربي. قبل هذه المباراه لن نتحجج باي شيء، لا الحكم، لا الاصابات، لا الجو، لا المناخ. لدينا منتخب، لدينا لاعبين يعرفون وواعون تماما بمسؤوليه حمل القميص الوطني المغربي. دفت ان هذو اللاعبين اللي كانوا عندهم خيارات اخرى واختاروا هذا المنتخب، هذو لاعبين اللي عندهم حب الانتماء، فبالتالي كل الامل وكل القوه لن نتباكى ولن نبحث عن الاعذار، وسندخل هذه المباراه كرة القدم واحد اللعبه اللي فيها بزاف ديال التفاصيل. الامطار كتسقط على الجميع ودرجه الحراره على الجميع، يعني ما كاينش شي اعذار. حنا كنتكلموا اليوم على حالات معينه بعض اللاعبين، صراحه كنا نتمنى يكون السيباري، ولكن شوف رب ضاره نافعه. راه المباراه الماضيه السيباري خرج، دخل سميتو اللاعب رحيمي، كان بديل ذهبي وسجل وغير المباراه. السيباري قد يغيب. نبداو بهذه النقطه. زكريا، واش غيابه يقدر يكون مؤثر ولا عندنا بدائل جاهزه؟ اولا المنتخب الوطني بمن حضر، يعني الصيباري اكيد لاعب لا نقاش ولا جدال، بمن حضر، اي لاعب دخل كلهم جاهزون الحمد لله. تجسيد سفيان رحيمي في كل ما كيدخل الا وانه كيصنع الفريق، مسجل اهداف، اصبح البديل الذهبي للمنتخب الوطني المغربي. صحيح صيباري ممكن ان محمد وهبي كيبني عليه واحد النهج تكتيكي، خصوصا في الجانب الهجومي، لاعب مؤثر، لاعب اللي عنده ديك اللمسه الاخيره جيده جدا امام الشباك. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. حتى سفيان رحيمي الان عنده ثقه كبيره، عنده ديك المهاره، عنده السرعه، عنده الاندفاع الهجومي، والاهم شيء دابا ان مجدي في واحد الفورمه ذهنيه اللي هي مزيانه، لانه مسجل في مباراه ديال كندا هو اللي مأهلك، وبالتالي اكيد هو جاهد باش يلعب هذه المباراه. ومزيان يمكن حتى للخصم، يعني يمكن ما دارسينش رحيمي بزاف بقدر ما دارسين يمكن الصيبار، لان شافوه في ماتشات كثيره. رحيمي كيشوفوه دائما كلاعب احتياطي، دونك كيصعب عليهم يحددوا المميزات ديالو، ولكن دائما كنعاودوا المنتخب المغربي بمن حضر. المنتخب المغربي بمن حضر. سي عبد الله، بالنسبه كاين واحد السؤال انا كنطرحوه، هو في قضيه الاصابات ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني. ربما الاصابه الاولى اللي كانت ديال شادي رياض، الجهاز الطبي او الجهاز التقني ما فصحش على الطبيعه ديال هذه الاصابه، وبالتالي كاين واحد النوع ديال الغموض، وربما هذا سر من الاسرار ديال الجهاز التقني. كذلك في الحاله من حقه، وكذلك في الحاله ديال السيباري لحد الان ما عرفناش الحاله الحقيقيه ديالو، واش هي ضربه تقدر تكون قويه، لان سمعنا شد عضلي، واش يكون جزئي ولا طول، لان تما ايلونغاسيون ديال الميسكول الا كانت ديشيرو تما فيها، تقدر تكون بالعرض، تقدر تكون بالطول، والمدى الطول ديالها ربما خلال هذه المده هذه كتحدد الغياب، المده ديال الغياب ديك اللاعب. اذا ربما هذا بحال اللي قلنا بان سر من اسرار ديال الفريق الوطني باش ما كيكثرش عليه القيل والقال. نتمناو الشفاء للاعب اسماعيل السيباري، ولكن كيف ما قلنا جميعا المنتخب المغربي بمن حضر. المنتخب المغربي اللي كيف ما قلنا اليوم اجرى حصه تدريبيه ما قبل الاخيره للتحضير لمواجهه منتخب فرنسا مساء الخميس. عندنا تصريحات غنتابعوها الان ديال اللاعب البديل الذهبي شمس الدين الطالبي، وايضا اللاعب انس صلاح الدين حول مواجهه المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي. نتابع. بعد مواجهة كندا تركيزنا موجه لمباراة فرنسا، وهدفنا هو التأهل لنصف النهائي. وبالطبع هي مواجهة يحلم الجميع بخوضها، لكن الأهم هو أن نفوز ونسعد الشعب المغربي. ستكون مواجهة صعبة، يملكون لاعبين مميزين، لكن نحن أيضا نملك فريقا رائعا، وسنستعد بالشكل المطلوب للمواجهة القادمة. يعني هناك إجماع من طرف اللاعبين على أن
مباراة المنتخب الفرنسي تكون مواجهة صعبة، عادي تكون صعبة مع منتخب كان حامل اللقب في 2018 وكان وصيف في 2022، منتخب مدرج بالنجوم. كيف تعلق على تصريحات ديال اللاعبين؟ بدا اولا الجميل هو ان ديك الربع ساعه ديال الصحافه حتى شي صحفي ما يشوف اسماعيل السيباري وهو يتدرب نهار الماتش جبرو واقف ويردد النشيد الوطني، هذه غادي يكون ضربه معلم من عند سي محمد وهبي. هذا احتمال. بالتاكيد، وهذه كتدخل بحال اللي قال مساله اخرى، قدر ربع ساعه اللي فيها الاعلام ما كانش، وبعد ربع ساعه يقدر في التدريب. هذه بزاف المدربين كيستعملوها بحال اللي قال السي الحمام، ما تقدرش تعرف. فالمهم حنا بمن حضر. بالتاكيد المنتخب الفرنسي منتخب قوي، هذا ماشي غادي نكتشفوا امريكا، يعني هذه الجميع يعرف انه منتخب قوي. حنا بقينا 3 ايام وحنا كنتفرجوا في المباريات باش نلقاو نقطه ضعف، فبالتالي يعني المنتخب يعني الفرنسي منتخب جد قوي، منتخب منظم، لكن هو كذلك لديه نقاط ضعف، وحتى هو ملي كيوصل لهذه الادوار المتقدمه، رحنا دابا في ربع النهائي. اذا المنتخب الفرنسي يعني ارتكب خطأ على المستوى ديال التغطية، على المستوى ديال العودة للدفاع، على مستوى ارتكاب مخالفة داخل مربع العمليات، فمع المنتخب الوطني المغربي غادي يقدر يخلصها كاش، خصوصا وأننا وصلنا الآن خصوصا في هذه المباراة الأخيرة للمستوى ديال أننا ولينا ماركينا 3 الأهداف من 5. يعني إلى المنتخب الفرنسي أعطانا 2 ديال الفرص، وحده منهم خصنا نماركيو. بما أن عندنا سفيان رحيمي، أنا نتمنى أن مثلا سفيان رحيمي يلعب في هذه المباراة هذه، وخا يكون سميتو اسماعيل السيباري جاهز، نتمنى سفيان رحيمي يكون جاهز، وغنعمل لك السي عبد الله شويه السسبنس تنوضوا ونقول لك علاش. بطل 2018 وصيف 2022، والمنتخب اللي داز، المنتخب الوحيد ربما اللي داز بالعلامه الكامله في دور المجموعات في المونديال الحالي، اكيد عنده نقاط ضعف اللي اشتغلنا عليها بشكل كثير. و 48 ساعه حنا كنقلبوا باش نلقاو بعض نقاط الضعف اللي غنشاركوها الان مع متابعي البرنامج، سواء على قناه ميديان تي في العربيك او مغرب، وايضا على صفحه البرنامج على الفيسبوك. يوسف، لقينا نقطه ضعف مفتاحيه عند المنتخب الفرنسي، وهنا غادي نجاوبوا على المتابع ديالنا على الصفحه ديال الفيسبوك اللي قال لنا عزين أناحي كمهاجم. لا، عزين أناحي خصو يبقى في مكانه، لان غنحتاجوه في واحد النقطه مهمه جدا. كل ما شاهدناه وما رصدناه في المباراه امام السنغال، لان في الشوط الاول ديال فرنسا امام السنغال كانت افضل، ولولا سذاجه اللاعبين السنغاليين وعدم يعني استطاعتهم على انهاء الفرص، لكان المنتخب السنغالي متفوق ب2 ولا 3-0 في الشوط الاول. علاش؟ المشكل اللي عند المنتخب الفرنسي هو في العوده ديالهم في لو روبلي ديفونسيف او في الانكماش الدفاعي، ملي كتكون الهجمات المرتده السريعه خصوصا من الاطراف، المنتخب الفرنسي كيرجع كله للمنطقه الدفاعيه الاولى. وهنا المشكل ديالهم هو انهم كيخليو مساحات في هذه المنطقه الثانيه، او كيفاش كتسميوها انتم المدربين لا زون 18. هذه المنطقه هذه اللي كتخلي لك الفرصه انك تسدد. هنا يعني هذه التمريره هذه كان المنتخب السنغالي وضع شي لاعب ولا 2 ديال اللاعبين في هذه المنطقه، والتمريره مشات لهنا او لهنا، فهذا هدف محقق، لان الشباك كانت تقريبا فارغه. حتى الحارس ديال المنتخب الفرنسي في هذه الكرات لا يتموقع جيدا، وكيخلي الشاشه كلها خاويه. الا كان هناك لاعب يعني سنغالي في ذاك المكان، ما كانش يكون تموقع اللاعبين بهذه الطريقه اللي كنشوفوا دابا. عاود لي اذا كان هناك لاعب سنغالي في ذاك المكان، ما كانش يكون نفس التموقع اللي كنشوفوا دابا ديال اللاعبين الفرنسيين. دابا قول لي كيفاش غنأكدوا للمشاهدين ان هذا السؤال ما محضريناهش، لان الصوره الثانيه تجيبك. ها هما 2 ديال اللاعبين، عرفتك غادي تبغي تحصلني، ها هما 2 ديال اللاعبين وبوحدهم، ها هما 2 ديال اللاعبين وبوحدهم في عمليه اخرى. لو كانت هنا مشات تمريرا عند هذا اللاعب، اذا ما استغلوهاش. شوف لي عاود الشبكه خاويه، والحارس كيغطي على القائم الاول، الهوس ديالو هو القائم الاول، لان الحارس دائما المسؤوليه ديالو هي القائم الاول. الا كانت تمريرا عند هذا ولا عند هذا كان غادي يجيبوها في الشباك. نمشي ونشوفوا عمليه اخرى هنا مره اخرى، هذه المنطقه ديال المسددين مره اخرى، لاعب وبوحده. قلت لي لو كان تما لاعب غيمشي عنده مدافع، ما كيمشيوش. المدافعين الهوس ديالهم هما يمشيو
هو انهم يمشيو يغطيو هذه المنطقه هذه، ودائما كيخليوا لك الفراغ هنا. واذا كانت عندنا الامكانيه ديال بلال الخنوس ولا ابراهيم دياز كيف يوصلوا يعملوا نفس ديك التمريره د حكيمي في ضربه الخطا الاناحي لهذه المنطقه هذه، واناحي ماشي بحال اللي قالنا المشاهد ديالنا يدخل كمهاجم نعم. يبقى في المنطقه الثانيه ويسدد، يقدر يجيب الله التيسير. هنا يتصور معايا تمريره لهذه المنطقه هذه، وهذا اللاعب السنغالي اللي عنده تسديدات ممتازه كره هو سجل عليهم. عمليه اخرى هذه هي نفسها، ها هي شوف المرمى مره اخرى كيفاش خرج الكره اون غوتري، بحال اللي كيقول واحد الصديق ديالنا كيقول لك جب بدال الشبكه من ثم يمكن لك تسجل. هنا مره اخرى هذا اللاعب هذا بوحده في هذه المنطقه هذه، هذا كذلك بوحده، لكن اللاعب هنا فضل انه يجي هذه الطريق هذه كامله ودخل في الدحاس وبغى يراوغ. لو كان فضل انه يمشي يزيد يدخل ويخرج الكره كانت نعم. عندهم فرصه اخرى. شوف لي هنا المرتدات هذه خصنا نخدموا عليها، وحنا كنعملوها مزيان. حنا المرتدات كنعملوهم المرتدات على شكل سرب، كنعملوا لوس كونتر اتاكي سي مانادا، يعني على شكل سرب. هنا المنتخب السنغالي قاد هذه المرتده، لكن للاسف بالنسبه لهم كان عندهم هذه المنطقه هذه كلها فارغه، وهذه المنطقه هذه كلها فارغه. علاش؟ لان هاد اللاعبين تاخروا في الهجمه المرتده، هذا ما طلعش وهذا السرعه ديالو كانت غير كافيه. لو كانوا تقدموا كانوا غادي يكونوا عنده جوج ديال التمريرات. ونمشيو جوج ديال العمليات بسرعه اخيره. شوف معايا هنايا هجمه مرتده اخرى، اللاعب هذا اللي هو جناح متقدم، لكن وراء ظهره عندنا كل هذه المساحه هذه فارغه، لان هاد جوج ديال اللاعبين هادو او هاد ثلاثه ديال اللاعبين ما كيرافقوش الهجمه المرتده. فبالتالي خصنا يكونوا اللاعبين ديالنا هاد الوسط بحال لافلاش يخرجوا بسرعه. وهنا مره اخرى يعني هاد الصور كلها من الشوط الاول ديال ديك المباراه كارثي بالنسبه للسنغال، اضاعوا على انفسهم فرص لتسجيل 3 و4 الاهداف. نعم. شوف معايا عاوتاني غادي نختم السي عبد الله. شوف منطقه كلها فارغه، الجميع دخل لهذه المنطقه هذه كيبحث على الراسيه، بينما هذا اللاعب هذا كان تقدم لهنا غيبقى بوحده، وهذا كان تقدم حتى لهنايا غادي يبقى بوحده. فبالتالي يمكننا ان نقول ان عز الدين أناحي له فرصه مره اخرى لكي يكون عريس الليله مره ثانيه. نعم، ما كرهناش هذا الشيء يوصل للناخب الوطني، واكيد العمليه هذه نعم يعني لاحظنا تما تقريبا غادي يوليو، الا قلتي هذوك جوج الوسطانيين خصهم يدخلوا في الوسط، اذا دخلوا مربع العمليات غيوليو 7 القدام، يعني اي رده فعل عكسيه راه هدف. لا ماشي المربع العمليات، خصهم يجيو غير هذه المنطقه هذه ديال التسديد، يعني غير يزيدوا يقربوا غير واحد شويه، وعاد زيد عليهم هذا اللاعب هذا عوض انه يدخل للبوكس كان هذا يقدر يبقى اون غوتري، يرجع للور ديك الخطوه واحده للوراء. ما كانوا شوف خلاصة القول هو أن المنتخب السنغالي ما عرفش يستغل هذه المنطقة الفارغة اللي كتكون على مشارف مربع العمليات. هذا احتمال، وما كرهناش السي وهبي يكون يتفرج فينا في هذه الحلقة ويدي بعض المعطيات. عنده طاقم متكامل، وهبي شافه قبل ما نشوفوها احنا. عنده طاقم متكامل، ساكرامينتو، يوسف حجي وباقي المحللي الأداء في المنتخب المغربي.